وزير الخارجيه بوريطه واش يقول؟ يقول انه لو لم نضمن روسيا التي وعدتنا بعدم استعمال حق الفيتو ما كناش رايحين نطلبوا انهم يمروا المقترح الامريكي ونكونوا تاكلين. اداو ضمانات قويه من روسيا، او يستعرف يقول نعم ادينا ضمانات. قال له كان عندنا شك أن روسيا تستعمل حق الفيتو مثل ما كانت تفعل أيام بوتفليقة وأيام السياسة الخارجية القوية وأيام المخابرات القوية وأيام الدولة دولة، ما كناش نجازفوا ونغامروا ونروحوا ندخلوا في معركة. لأنه منذ 2007 والمغرب يحاول تمرير هذا المقترح، ودائما يقابلوا جدار حق الفيتو الروسي أو الصيني أو الاثنين. الآن 2025 المغرب ضمن أن روسيا ما تدخلش. لماذا؟ لأنه السياسة الخارجية الحكيمة للمغرب وقفت مع روسيا في حربها مع أوكرانيا، قال ما ندخلش رواحنا، ما ندخلش رواحنا الله يسع عليكم. وتحت الطابلة يبعثوا الروس يقولوا أنا معاك 100%، فوق الطابلة يقول أنا خاطيك، لأنه ما يحبوش يغضبوا أمريكا والاتحاد الأوروبي. المغرب ما يقدرش يغضب أمريكا والاتحاد الأوروبي المساندين لأوكرانيا، لكن تحت الطابلة يرسلوا لبوتين يقولوا رانا معاك 100% وحنا ضعافة ما نقدرش ندخلوا رواحنا، لكن الله يسهل عليك. حنا سياسة تطاختك وسياسة تشكيا وعدي. قالت الروسيا قالت لها طز فيك، انتم حبستوا الغاز على اوكرانيا، حنا نعطوا لاوروبا ونعطوا لالمانيا الغاز وطز فيكم. يعني في عز الازمه ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي انت تجي توقف مع الاتحاد الاوروبي وتطعن روسيا في الظهر. هذا يا اما فشل وغباء سياسي دبلوماسي، يا اما تواطؤ وخيانه وغدر وطعن في الظهر، حاجه بين الزوج. أنا حليفي الاستراتيجي اللي هو روسيا في عز الكاكا اللي عايش فيها، في عز الزمر اللي عايش فيه حرب مع أوكرانيا، نجي أنايا نطعنه في الظهر. كارثة. إذا روسيا دب النائم، ما يخرجش يعيط وكذا لا، قال أنت غبي ما تعرفش تمشي. عدو متعلم خير من صديق جاهل. أنتم سياستكم الخارجية غبية وفاشلة، طز فيكم. أنا نوقف مع المغرب، وأعطى ضمانات المغرب، وأعطى ضمانات البوريطة، لأنه قبل التصويت بوريطة كان في روسيا وتقابل مع لافروف وقال له لافروف يا أخي رانا في كلمتنا أعطيتونا كلمة، قال له روح راك تهضر مع رجال، قلنا لك ما نستعملوش حق الفيتو ما نستعملوش، روح. احنا عندنا السياسة الغبية والزريبة تاع الإعلام، في وقت اللي الدنيا واخذة يبعثوا له صحفية يقول لهم لافروف وهذوك فاغنر جايين هنا يديروا إلا السؤال هذا كتبوه لك. يعني انتم زواين، انتم حمير، مازلتوا محتاجيننا ومازلتوا كما يقول لك الناس راكم في يدنا، وجايين ثاني يطبعوا فيكم باش تسالوا اسئله غبيه.